نبدأ نعرف في كلمة ديزاين بقى. الديزاين هو اتخاذ القرارات لتحويل الجرافيك إلى صورة مرئية، أو لتحويل الأفكار اللي في ذهنك لشيء مرئي، سواء لوحة أو بانر أو لوجو أو بيزنس كارد. أي حاجة أنت بتصممها هي اتخاذ قرار أنت بتتخذه عشان تطلع الشيء اللي هو موجود في ذهنك أصلا. نيجي بقى لتعريف التصميم الدقيق. هو عملية اتخاذ القرارات والتوظيف الصحيح لعناصر الجرافيك اللي قلناهم من شوية ضمن مساحة عمل معين. والتصميم ليه مبادئ أساسية بنمشي عليها، اللي هي التباين، انسيابية، تناسق، توازن، تقارب، تكرارية، البساطة، التوظيف. ومش بالضرورة اني اطبق المبادئ كلها في نفس التصميم، لكن يفضل ومن احسن ان ما اطلعش برا المبادئ دي، بس ممكن في بعض الاحيان اكسر قاعدة او اتنين، بس يفضل ان امشي جوا المبادئ دي.